شو صار؟ اللي صار انه انا ما كان في حدا قريب علي غير مرت اخي. يعني هي الوحيدة اللي كانت تعطف علي، تورجي هذا الاهتمام، اطلع لعندها تعطيني مصاري وقت تكون معتاز، وحتى تنصحني في بعض الاحيان. يعني هي كانت الوحيدة القريبة مني، وهي البنت الوحيدة اللي بحياتي. فأنا كنت أطلع لعندها، نلعب، نضحك، نمزح. حتى أحيانا كنت أنا أطلع لعندها فضفض لها. يعني إلا أنا ما بعرف أحكي مع بنت، شلون بدي أحكي مع بنت؟ شلون بدي أجذب بنت اتجاهي أو ألفت نظرها؟ وهي كانت تقول لي شو أعمل وشو ساوي. وهي كانت يعني من خلال ما كانت عم تحاكيني أو تنصحني كانت تضحك معي. يعني عرفت كيف؟ وطبعا أهلي ما كان عندهم مشكلة، يعني أنا كنت صغير، عرفت كيف؟ حتى أخي ما كان عنده مشكلة، أخوه الصغير عم يطلع لفوق. أحيانا أنا كنت جيب له أغراض، هي توصيني على أغراض، أنزل أجيب له إياهم وأطلع. لحد هذا اليوم كان كل شيء طبيعي. دقت لي تليفون وقالت لي بدي أغراض. فأنا يعني هي مجرد ما توصيني على غرض أو شيء مثل الطير الطيارة، أنا بنزل بجيب له إياهم وبرجع لعندها فورا. فعلا نزلت جبت لها الأغراض ورجعت لعندها. دقيت الباب، فتحت لي. لما فتحت لي الباب كان مو مثل كل مرة بتفتح الباب فيه، في شي غريب. أنا أول مرة بشوف هيك لبس. شو صار بهي اللحظة؟ ما بعرف، انت شو حسيت؟ أنا فتت في 60 حيط. أنا ما عاد أعرف أحكي كلمتين. يعني أنا بالعادة فوت بمزح بضحك بس هذا اليوم بالذات كان جدا غريب بالنسبة لي. قالت لي فوت، أخذت مني الأغراض، فوت حبيبي تفضل عود. أنا فتت ولهلا ماني مستوعب شيء. قعدت على الكنباية، ليشت قاعد بجنبي. قالت لي كيفك؟ حتى نبرة الصوت مختلفة. قلت لها انه انا منيح. صارت تقرب علي، تلحمس لي على شعراتي، تصرفات ما بعرف يعني شو اللي عم بيصير. انا ما التفاصيل ماني متذكر، لانه انا كنت بوقتها انا مستغرب شو اللي عم بيصير. بلشت المشاعر عندي عم تتحرك تصاعديا لحد ما لقيت شو حالي. صار؟ لحد ما شو؟ لحد ما لقيت حالي بغرفة النوم. طلعت هون بلشت القصة بينك وبينها؟ من هي اللحظة. من هي اللحظة أنا كنت عم شوف إنه هذا شيء كتير غريب، وأنا متفاجئ من اللي صار. بس بنفس الوقت فرحتي ما لي أعطيها لحدا. وبس خلصنا أنا كنت كتير مصدوم، بس بنفس الوقت كنت كتير مبسوط. بس خلصت العلاقة بينها وبينك، شو قالت لك؟ يعني هي صارت تقول لي إنه عادي وبصير هاي الأشياء. أهلك ما حسوا عليك؟ أخوك ما حس عليكم؟ جايك بالحديث. من كتر ما صار في طلعات وفوتات لعندها ولاقي حجج بطعمة وبلا طعمة، بلشوا أهلي يشكوا إنه أنت ليش عم تطلع لعندك اليوم. حتى أخي إنه فهمنا لو أخي الصغير أنت، بس إنه يعني تضبضب يعني. هون صار هذا الموضوع عبء علي أنا وياها، إنه كل مثلا لما ألاقي فرصة لحتى أطلع لعندها قول يا الله هلا إذا بدي أطلع بدهم يعملوا لي سين وجيم أهلي، فبلاها. فحسيت إنه أهلي وبالذات أخي هو اللي عم يقطع الطريق بيناتنا أنا وياها. هلا هي مو هون القصة إنه بعد فترة طلعت مرت أخي حامل، وأنا ما بعرف هي مني هي من أخي. هذا الموضوع بحد ذاته صار بالنسبة لإلنا هو خوف، صار كابوس. شو قررتوا تتصرفوا بهي اللحظة؟
أنا ما كان عم يخطر على بالي شيء لحد ما هي صارت تفز بعقلي وصارت تفوتني يعني تفوتني من باب تطلعني من باب. أنا بهي الحالة مالي عرفان شو بدي ساوي، يعني أنا بس بدي داري الأمور، بدي أستر على كل شيء. للحظة تمنيت إنه يرجع كل شيء وأخلص من هالكابوس. هون بهي اللحظة لقيتوا حالكم محاصرين أنت ومرت أخوك، فقررتوا تتخلصوا منه. كيف صار؟ اللي صار إنه أنا ما كنت بعرف شيء، يعني أنا ما كنت بعرف خطط، يعني ما بعرف أقول شيء أنا. يعني هي كانت مرت أخي هي كل شيء، تخطط وهي اللي كانت توز بعالي، وهي اللي كانت تقول لي شو أعمل، وأنا أقول لها إيه حاضر أمرك مثل ما بدي. أنا ما كان فيني إلا لا، مو خوفا من الشيء اللي صاير، لكن أنا كشخص وقع بهي المخلوقة مثل سحر. شو ما بتقلي إلا آمين، أنا معك. هون هي اللي تصرفت تزيح أخوك من الصورة كلياتها؟ ايه، قالت لي إنه خلينا نشيل أخوك من الطريق وأنت ما تاكل هم شيء، اترك كل شيء علي. شلون ما فيني أحكي لك شلون، بس إنه خلاص شلناه من طريق. شلتوه من الطريق نهائيا؟ قتلتوه؟ لا مو لا قتل ولا أي شيء تاني، لكن يعني هو شيء ما بينحكى، جد ما بينحكى. أهلك شو كانت ردة فعلهم هون؟ أهلي إنه يعني خلص نحطه تحت الأمر الواقع، يعني إنه خلص أخي راح وغصبا عنا هذا الشيء، يعني ما بيطلع بإيدهم يعملوا شيء. أهلك بيعرفوا أو شكوا بأنه في علاقة بينك وبين مرتك، أو شكوا بأنه في علاقة بينك وبين مرتك؟ لا أبدا، لا صار في شك ولا حتى كانت هي إنه فكرة تخطر على باله. غاب أخوك عن المشهد، كيف تطورت العلاقة بينك وبينه؟ صرت أنا بقى بحجة إنه أخي ماله موجود، فإنه أنا لازم دير بالي على مرت أخي. أنا دائما أطلع لعندها أشوف شو بدها شو لازمها بهي الحجة قدام أهلي. أهلي شافوا هذا الاهتمام الزايد اللي أنا عم بطلع فيه لعندها وعم أمن لها احتياجاتها، فما هان عليهم، فصاروا يقولوا لي إنه ما بصير تطلع لعندها مرت أخوك لحالها ووحدانية، فإنه نحن رح نجوزك إياها. ليش هون أهلك بيعرفوا إنه أخوك ميت ولا مختفي؟ ايه، أنا قبل ما يصير هذا الشيء كلياته اجانا خبر إنه إنه أخوك وابنكم عطاكم عمره، وجابوا لنا الهوية تبعه إنه هو ميت. أنا يوم اللي دريت شعورك هون؟ مي سخنة أو نار كبيت عليها مي باردة. أنا حزنت، يعني ما بقول لك إنه ما حزنت، بس بقول لك إنه خلاص الميت عياره 3 أيام. فأنا هيك كان بنظري إنه أنا الشيء كان عائق بسبب حياتي، وخلاص أنا ارتحت من القصة، فهو مات وماتت القصة معه، يعني ما حدا رح يعرف فيها. وأنا مثل ما كنت عم قلها إنه أنا أهلي اشتروا علينا، وإنه صاروا يشوفوا الاهتمام اللي أنا بهتم فيه وكذا، إنه خلص ما بصير أنت تطلع عندها مرة وحدانية وأخوك ماله موجود، شو بدهم يحكوا العالم علينا، فرح نجوزك إياها. وأنت هون كنت الملك. حسيت حالي انتصرت وأخذت اللي بدي إياه، وصار كل شيء مخططينه بحذافيره. شو اللي غير السعادة أو الانتصار تبعك
يوم من الأيام كنا قاعدين عم نتغدى، والمرة والولد كانوا عند أهلها يعني. أي ولد اللي أنتم ما بتعرفوا هو ابنك ولا ابن أخوك؟ بالضبط هذا هو. عرفتوا بعدين ابن مين؟ ابني. ابنك؟ نعم. شو صار؟ دق الباب، أنا قمت عادي يعني، فتحت الباب ويا ريتني ما فتحته. أنا قمت عادي يعني، فتحت الباب ويا ريتني ما فتحته. أنا شفت أخي وظلام، ما بعرف شو صار. للحظة عم أقول هذا أخي ولا لا. حسيت كأنه طلع من القبر جاي يقتلني وبس. هو طلع عايش؟ طلع عايش. بثواني فايق حاطتني بالأرض عم يقتلني ويضربني وصوت صريخ، وأمي وأبي والجيران التموا، ما بعرف شو عم يصير. أنا لحد هي اللحظة عم أقول هذا أخي ولا ماله أخي. طلع سكينة وغزني بجسمي. ليش اجى لحتى يقتلك؟ أنا ما بعرف ليش هو جاي حتى يقتلني، بس أنا كنت عم بسمعه وهو عم يضربني وعم يعيط ويصرخ إنه أنت يا خاين يا حقير عم تخون أخوك، أنت بلا أصل بلا شرف، أنت مالك أخي. أنا هدول الكلمات سمعتهم، غفت عن الوعي، فقت لقيت حالي بالمشفى. لما لقيت حالك بالمستشفى كانت مرتك اللي هي بالأساس مرت أخوك معك؟ لا، ما كان في حدا معي بالمشفى غير أبي بس. وقتها ما بنسى شو قال لي. وأخوك شو صار فيه؟ جايك بالحديث. فقت بالمشفى، أبي كان واقف، بلشت الوعي يرجع عندي. أبي وشه ما بيتفسر، أول مرة أشوف أبي بهذا المنظر وعم يبكي، وقال لي بصوت مكسور: الله لا يوفقك، دمرت العيلة، دمرت حياتك، دمرت مستقبلك، شرف العيلة صار بالأرض، أخوك صار بالسجن، أمك مغمى عليها، أنت شو ابنك طلع ابن حرام، الله يغضب عليك، الله يغضب عليك. أنا ما بنساها هاي الكلمة، الله يغضب عليك. بس غضب الله علي فعلا. مشاكل الدنيا كلها صارت فوق راسي، ما عاد عرفت شو بدي أعمل. بس طلعت من المشفى شو صار؟ رجعت على بيت أهلك؟ لا، لأنه أنا راسي بالطين، شو بدي أرجع على بيت أهلي؟ ليش صفى بيت أهلي؟ بيت أهلي الدم خلص. مرتك شو صار فيها؟ طلقتها.